احتفت القبائل الكويتية بالشيخ فيصل الحروش الجرباء أحد أبرز مشايخ قبيلة شمر بعد وصوله إلى مضيف عواد بن سميحان العجرف الشمري، وبحضور مجموعة كبيرة من شيوخ وشخصيات وأعيان المجتمع، حيث أكد الجرباء أن الزعيم مسعود بارزاني له الفضل الكبير باستقبال أبناء القبائل العربية في إقليم كردستان، ولديه مقولة مشهورة: من يعتدي على عربي كأنه اعتدى عليه. الله يطول عمرك. هسه في وضع جيد، يعني طول عمرك. حكوماتنا اللي موجوده ترى احنا ويا علاقتنا طيبه وعلاقتنا رصينه ويحترمونا. والله ان هذا السوداني انتم دوله يا ابو عبد الله، وان مسعود البرزاني. شوفوا انا اقول لكم كلام وانتم يتسجل للتاريخ. يوم جو داعش وسقطوا 3 محافظات، الناس التجت قسم إلى الأكراد وقسم راحوا إلى جنوب العراق. ما نقول شيعة، أخواننا الشيعة وكلهم تعززوا. ومسعود البرزاني وجه قال العرب اللي تعدى عليه وتعدى عليه، بس أجيبه إلى بيت من بيوتكم، بيت يهمكم كلكم، بيت حميد العجيب. اليوم يوم فاتوا داعش أنا كلمت الرئيس مسعود، قلت له يا طويل العمر، سلمت عليه وطولت من الاتصال، قلت له سمعت داعش فاتوا بيت عمي حميدي؟ قال نعم سمعت، وأمرت يجيبون العائلة. هذا شرف يا فيصل. الله يتجاوبك. بغض النظر عن من كان يتكلم، يعني حتى ذاك واحد كان يحكي على مسعود أو شيء، شوف هذا ما أنسى، بغض النظر عن من كان يتكلم، هذا شرف. الله يجزاك. ومديونين وجنوب العراق يصفون اجباريه وغيرهم قالوا والله احتضنونا جنوب العراق افضل منها. تستاهلون يا ابو فهد. والصباح احتضنت القبائل وسجل لهم التاريخ عز الى يوم وسعود، وان شاء الله ان الله يديم.